ايه علاقه السلحفه دي بطبق السلطه ده، بماكدونالدز، شواطئ سريلانكا، ببيض السمك، بعضوة الذكري وبولادك وببناتك؟ السرطان اللي بيجي للانسان؟ هقول لك بس خليك معايا للآخر. Can I get a plastic straw? Plastic straw? I'm sorry? Plastic straw. Plastic straw. We don't have those ones. We have only papers. Only papers? Yeah. Okay, thank you. طبعا دلوقتي في الارض طول ما انت ماشي في اي مكان مستحيل تشوف فيه مكان ما فيهوش بلاستيك. ده مشكلته يا انسان ان البلاستيك ده ما بيروحش في اي حته، ما بيتحللش. يعني كيس الزباله اللي انت بترميه ده انت هتعيش تموت، وولادك هيعيشوا ويموتوا، واحفادك هيعيشوا ويموتوا، وكيس الزباله ده لسه برشه في ايمن. وده معناه ان بطريقه او باخرى اكيد هتلاقي بقره ولا معزه ولا خروف ولا جدي صغير اكل بلاستيك في حياته، وبعدين انت جيت ذبحته واكلته. مبروك، دخلت جسمك بلاستيك. والبلاستيك بيعمل ايه؟ بيجيب سرطان. مجله نجم في ايطاليا عملت ابحاث على مرضى السرطان، واكتشفوا ان 60% من المرضى عندهم مايكرو بلاستكس في الرقبه، وده اللي بيسبب لهم سرطان طبعا مع الجلطات وانسدادات الاوعيه الدمويه. وبالنسبه للفيجيتيريانز اللي بياكلوا حشائش من الارض نفس اللي بياكلوه البقر وكده، انت برضه بتدخل جسمك بلاستيك. وسيدا يونيفرسيتي في اليابان عملت دراسه على السحب، واكتشفوا ان كل لتر ميه ماطره فيه تقريبا 10 قطع من المايكرو بلاستيك. وطبعا ميه المطر دي بتنزل على الاراضي الزراعيه وبيملى البحر والمحيطات، ونيجي احنا نشرب وناكل منهم. جامعه UCSF في الولايات المتحده الامريكيه عملت مراجعه علميه واثبتت فيها ان استنشاق او بلع المايكرو بلاستكس بيكون مرتبط بسرطانات الرئه وسرطانات القولون. يطلع واحد فلحوس من انصار ان مفيش ست بتحرم اب من عياله بدون سبب، وهو اصلا بلاص مشي بدوده، يقول لك خلاص انا مش هاكل خالص. ولنتخيل ان ده صح وفي انسان مش هياكل خالص، برضه انت مش هتسلم من البلاستيك، لانه ببساطه بقينا بنتنفس اكسجين وبلاستيك. مجله انفايرمنتال بوليوشن، واحده من اكبر المجلات العالميه في العالم المتخصصه في ابحاث التلوث وصحه الانسان، نشرت دراسه بتاكد ان الموج لما بيخبط في الشواطئ بيطلع مع الرذاذ جزيئات مايكرو بلاستيك في الهواء، ودي جزيئات بتكون اصغر من حبه الرمل ب1000 مره، وبعدين بيجي الهواء ياخد الجزيئات دي وينشرها في العالم كله. وده معناه ان احنا قاعدين بنتنفس بلاستيك مع الاكسجين كل يوم، والبلاستيك ده بيستقر في الرئه. واللي اكد ده اكتر دراسات اتنشرت في مجله اسمها جاما العلميه الامريكيه، لما دكاتره لقوا المايكرو بلاستيك في الجزء المسؤول عن حاسه الشم جوه المخ. وده كارثه، لان ده معناه ان البلاستيك كسر حاجز الحمايه في المخ، ولسه لحد دلوقتي الابحاث بتتعمل عن مدى تاثيره على اعصاب البشر. انت يا انسان بتاكل كل اسبوع قد وزن الفيزا كارت من البلاستيك، يعني في اخر الشهر بتكون واكل شماعه بلاستيك كامله. والشماعه دي بتروح فين؟ بتروح على شرايين القلب بتتحوش فيه وبتعمل جلطات في القلب. وده اللي خلى ممكن واحد رياضي وطبيعي جدا لا بياكل زيوت ولا عنده كوليسترول عالي دلوقتي يجيله جلطه في شرايين القلب من ورا البلاستيك بس. وطبعا ده غير معدتك اللي البلاستيك كله بيتكون فيها. ومؤخرا بدا يظهر ناس كتير معدتهم مجروحه ومهريه من البلاستيك، وطبعا البلاستيك ده ستريت فورورد بيؤدي للموت. وده اللي خلى يبقى فيه مرض جديد اسمه بلاستيكوزس. طب كل ده ايه علاقته بالسلاحف؟ السلاحف دي الاكل المفضل بتاعها هو الجيلي فيش. السلاحف دي وسبحان الله بتفتكر ان الاكياس البلاستيك عباره عن جيلي فيش، فبتاكل الاكياس البلاستيك، فهي somehow او بطريقه او باخرى بتنظف لنا البحار والمحيطات من الاكياس البلاستيك. هي بتمنع تحول البلاستيك ده لكارثه انقراض. دور الحقيقي انها بتاكل الاناديل، فبتحمي بيض السمك وبتقص الاعشاب البحريه وتحافظ على نسبه الاكسجين في الميه. فلما البلاستيك هيزيد في البحر السمك هيبدا يتغذى عليه. السمك لما يخدم البلاستيك هيبقى فيه جوه معده السمك نانو بلاستيك. بعدين يجي واحد صياد يصطاد السمكه، تاخد حضرتك السمكه تعملها سنجاري عند الحمد بتاع الشوي وتاكلها. يحصل ايه في جسمك؟ يدخل لك بلاستيك. والبلاستيك بيعمل ايه في جسم الانسان؟ بيجيب سرطان. وبما ان البلاستيك دخل جسم الانسان، فهل ده معناه ان الانسان ممكن يتولد بالبلاستيك؟ ايوه. في يناير 2021 في مستشفى في روما الدكاتره قرروا يعملوا دراسه على المشيمه. حللوا مشيمه 6 ستات ولدوا طبيعي وفي بيئه معقمه بالكامل. المصيبه انهم لقوا متوسط 12 قطعه مايكرو بلاستيك جوه نسيج المشيمه نفسه. الدكاتره وصفوا الاطفال دول بان هم اطفال هجين بيبداوا حياتهم وهم بيحاربوا البلاستيك بدل ما يركزوا على النمو، لان البلاستيك ده بيستقر جوه الخلايا بتاعت الجسم. ونفس السيناريو ده بيتكرر مع الرجاله، لانه في سنه 2024 فريق بحثي في الصين فحص خصيات اكتر من 20 راجل، والنتيجه كانت ان المايكرو بلاستيك اتلاقى في كل العينات
بدون استثناء واحد. ومع وجود ماده اسمها البي بي اي في البلاستيك اللي لقوه في جسم الرجاله، لقوا ان الجسم بيتعامل مع المواد دي على انها هرمون انوثه، وده بيقلل نسبه الخصوبه والتستوستيرون عند الرجاله، حرفيا اعز ما الرجاله تملك. يمكن عشان كده بقى في رجاله منسونه كتير. والمصيبه الاكبر ان الدكاتره لقوا عند الاطفال اللي لسه مولوده بالبلاستيك المسافه ما بين فتحه الشرج والعضو الذكري بتقل، ودي المسافه اللي اسمها المسافه التناسليه، وده في الطب اكبر دليل على ضعف هرمونات الرجوله، وكل ده بسبب البلاستيك اللي انت فاكر ان انت بعيد عنه وعن اضراره. تخيلوا ان ماكدونالدز لوحده بيخدم في اليوم في امريكا 69 مليون بني ادم، وبيبيع 500 مليون شاليمو كل يوم. الكميه دي تكفي ان هي تلف الكره الارضيه 2.5 مرات. عمر الشاليمو الواحد 200 سنه، فبنسبه كبيره جدا الشاليمو ده البلاستيك هينتهي في بطن سلحفاه او في بطن اي كائن حي، يا انت هتاكله يا اما هيموت، وبعد ما يموت هيرجع تاني ياثر علينا بالسلب. وليه هتنتهي في بطن سلحفاه؟ عشان الانسان بيرمي في الارض كل دقيقتين عربيه نقل كامله كلها مخلفات بلاستيك في المحيطات والانهار. يعني السلحفاه دي وجودها بيخلي السمك كبير والسلسله الغذائيه متنوعه، تركيز المايكرو بلاستيك بيفضل محدود، وغيابها معناه ان الاناديل بتنفجر، السمك بيقل فالبلاستيك بيزيد، فالسم بيتركز والسلسله تبقى كده، بلاستيك سمك صغير، سمك اكبر انسان. لكن لما البحر يختل بلاستيك اضربه في 100 بيروح على الانسان على طول. يعني السلحفاه دي لو اختفت مش بس المحيط هو اللي هيخسر كائن، انت كمان هتخسر صحيح. الآية القرآنية بتقول ربنا ما خلقت هذا باطلا. بص في خلق ربنا وتأملوا حكمة ربنا في خلق كائنات تانية معانا على الأرض. لو ربنا عايز الأرض بس للإنسان ما كانش خلق غيره. احسن حل استخدم شاليمو ورق، خلاص يعني ما جاتش على الدقيقتين اللي انت هتشرب فيهم الحاجه بتاعتك بالورق، يا اما اصلا ما تستخدموش شاليمو خالص. امسك الكوبايه واشرب منها. يوسف ماي سون I love you. السلام عليكم.